توجه لله جل وعلا في جميع حوائجك، ما دق وما جل، وما صغر وما كبر وما عظم وما خف، لأن الشيء إذا لم يقضى في السماء والله لن يقضى في الأرض. فيكون بعد ذلك التفاتك للناس أو للأسباب عموما من باب التحري، هل هذا هو الذي يقسم الله به الرزق ويقضي به الحاجة أو ذاك أو الثالث أو الرابع أو العاشر أو 100، من باب التماس الأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، يعني قدر الله ذلك وما شاء فعل. في لفظ قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل. كثير من الناس ما عندهم التفات لله عند الحاجة، ما يلتفتون لله جل وعلا إلا إذا يئسوا من الناس. وهذا ما في فرق بين من هذه حاله وبين الكافر، لأن الكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، علم أنه لا ينجيهم له، فإذا نجاهم ذري إذا هم يشركون. والبهيمة العجمة خير من هؤلاء. ليش؟ لأنها إذا آلمها عسر الولادة رفعت رأسها للسماء تنتظر الفرج من الله عز وجل، وهي بهيمة. وإذا آلمها عسر الألم المرض نفس الشيء.